اليوم ما غاديش نسمعوا غير قصة عادية، غادي نسمعوا قصة قاتل متسلسل. غادي نسمعوا حكاية صمت تحول لرعب. طفل تزاد بإعاقة وكان عنده مستقبل واعد، ولكن الإهمال والعزلة حولوا لوحش زرع الخوف مدينة كاملة. كملاحظة، هذه قصة حقيقية وأحداثها ما زالت كتخلع حتى اليومنا هذا. بطل القصة اليوم هو سيساكو ناكامورا. تزاد سنة 1924 في مدينة هاماماتسو في اليابان. تزاد هو أصم، ومن الطفولة ديالو هو كيعاني من صعوبات كبيرة في التواصل مع الناس. ورغم هاد الإعاقة كان ولد ذكي بزاف، مجتهد في قرايته، كيجيب نقط عالية حتى أنه ربح منحة دراسية باش يكمل التعليم الثانوي. عمره ما تشكى من الوضع ديالو وكان دايما كيبان قوي من برا، لكن المشكل الكبير كان في الدار ديالو. عائلته عمرها ما شافش فيه شخص مميز، ولكن شافته كعبء وتعاملت معاه ببرود وتجاهل. حتى في المدرسة للأسف كان منبوذ وما عندوش صحاب، وكان كيتعرض للتنمر. هاد العزلة خلات سيساكو يدخل في واحد العالم مظلم. بدا كيتفرج في أفلام العنف، خصوصا أفلام الساموراي اللي ما كتحتاجش الصوت باش تفهم. من خلالها حس بالقوة والسيطرة اللي كان محروم منها طول حياته. مع الوقت بدا هاد العالم الخيالي كيتحول لواقع خطير. في 22 خشت 1938 بالضبط، هو مازال عنده غير 14 عام، غادي يرتكب أول جريمة خطيرة واللي كانت بداية طريق دموي. حاول يرتكب جريمة خطيرة ضد جوج ديال النساء، ولكن حيت قاوموه قرر يقتلهم باستعمال سكين كان ديما كيهزو معاه. ومن هنا غتبدا سلسلة الرعب. بزاف ديال المعلومات على جرائم ضاعت وتخبات، وما عرفوش واش هذه كانت اول جريمة ليه ولا لا. دازو عامين بلا ما تسجل جرائم معروفة، ولكن الشر كان باقي لداخل ديالو. في غشت 1941 هو عنده 17 سنة، رجع يضرب من جديد وقتل المرأة وجرح أخرى هربات. من بعد أيام قليلة تقتلوا 3 الأشخاص آخرين بنفس الطريقة. الشرطة كان عندها وصف ليه وحتى كان مشتبه فيه، ولكن ما داروش مجهود كبير باش يوقفوه خوفا من نشر الذعر في المدينة، خصوصا أن اليابان كانت هذيك الساعة في حرب. هاد الإهمال خلى القاتل يكمل الجرائم ديالو بكل حرية. ب 27 شتنبر بالضبط تشاجر هو وخوه، وتحول ديك الشجار المأساة. هاجم العائلة ديالو وتسبب في موت خوه وإصابة باقي أفراد الأسرة. العائلة رفضت تشهد ضده خوفا منه ماشي حبا فيه. آخر جريمة ليه كانت سنة 1942 في 30 غشت بالضبط. دخل دار واحد السيدة وقتل زوجين قدام ولادهم، واعتدى على الأطفال، وبنت صغيرة بقات هي الناجية الوحيدة. هاد الطفلة تشجعت وشهدت، ومن خلالها قدرت الشرطة تحدد الهوية ديالو وتوقفوه. تشد سيساكو ناكامورا في 12 أكتوبر 1942، تحاكم بتهم قتل متعددة رغم محاولة الأطباء يعتبروه غير مسؤول بسبب الحالة النفسية ديالو. تحاكم كبالغ وتحكم عليه بالإعدام، وتنفذ الحكم وهو عنده غير 19 سنة. قصة سيساكو ناكامورا كتخلينا نفكروا في خطورة الإهمال والعزلة، وكيفاش الإنسان المختلف إلا ما تلقاش الدعم ممكن يتحول لخطر كبير. هي قصة مؤلمة وتبقى تحذير دائم من الشر إلا ما تدرعتش. قصة القاتل الأصم ديال هاماماتسو كتذكرنا بأن الشر ما كيتولدش فجأة، كيكبر في صمت، في الإهمال وفي الوحدة. وكتخلينا نطرحو سؤال مخيف: شحال من واحد اليوم كيعاني في صمت وما كاين حتى شي واحد كيسمعو؟